بعد ما تحطي المرطب بتاعك بالليل، حطي رشه من السبراي ده قبل ما تنامي، هتصحي تلاقي وشك في حته تانية خالص. خطوة الترطيب مهمة جدا، من الحاجات اللي لازم تختاريها بعناية في بشرتك، سواء في الصيف او في الشتاء، لانك لو ما اخترتيش مرطب كويس لبشرتك هيبهدلك بشرتك ويعمل خطوط وتجاعيد ويبقع البشرة. فلازم المرطب تختاريه بعناية جدا ويكون مناسب لنوع بشرتك. ماليندا كريم ده كريم مخصص للبشرة الدهنية والمختلطة. ده إصدار جديد منه، طالع بقاله حوالي يعني 9 أو 10 شهور تقريبا. ده حجمه حوالي 120 جرام، سعره 250، ونزل عليه عرض دلوقتي واحد وعليه واحد بنص التمن. الكريم ملمسه كريمي كده على جل، بصي عامل ازاي، خفيف خالص، بتمتصه البشرة بسرعة جدا، ما فيهوش لمعة كده يعني، البشرة هتحبه خالص، ما بيديش اللمعة، بيدي طراوة كده للبشرة وتحسي البشرة مترطبة وبلامبي كده جميلة. الكريم مليان مواد مغذية جدا، كله مواد طبيعية مفيهوش مواد كيماوية، فيه هيالورونيك ونيساميد وسيراميد. الكريم بيحافظ على حاجز البشرة جدا، بيهدي اي احمرار او تهيج سواء من الشمس، او انت مثلا عاملة ازالة شعر او حاجة في وشك، لو في اي التهاب او احمرار بيهديه جدا. عجبني كمان ان مفيهوش عطور خالص، انا بشرتي من النوع الدهنيه الحساسه جدا، بتتحسس لاي حاجه فيها عطور او فيها مواد كيماويه. ما عملش اي حاجه لبشرتي خالص، بالعكس انا بحس ان البشره فيها طراوه كده ومترطبه وبلامبي كده جميله جدا. انا لما باجي احط اي مرطب يا جماعه بعمل خطوه وفرقت معايا في بشرتي كتير جدا. باجي احط حته من الكريم المرطب اللي انا بحطها، وبحط عليه نقطه زيت من زيت الجوجوبا. الزيت ده حلو جدا لجميع انواع البشره، وبيظبط بشرتك جدا، تحسي كده ان هو ادى طراوه للبشره وزود من فعاليه المرطب. نقطه صغيره منه على حته الكريم اللي انت بتحطيها وتخلطيهم على بعض ويحطيها على وشك. والمرطب بيتحط على بشره منديه، ما بيتحطش على بشره ناشفه، يعني تغسلي وشك كويس جدا وهو مندي قبل ما وشك ينشف، حطي نقطه زيت على نقطه مرطب وامسحي بيها وشك كله. بعد ما تخلصي روتينك بالليل، بتحطي بقى سيرم ريتينول، بتعملي صنفره لوشك، بتعملي تقشير. بعد ما تخلصي خالص وحطيتي المرطب بتاعك، قبل ما تنامي بربع ساعه كده او بنص ساعه، حطي رشي رشه من السبراي ده على وشك. ده يا جماعه تحفه، انا مجرباه بقالي 10 ايام، تحفه. ده عباره عن منقوع الكركديه. انا جبت شويه كركديه وغسلتهم كويس ونقعتهم في ميه مقطره. ما تحطيش ميه من الحنفيه لما تيجي تعملي السبرايات دي على وشك، بالذات لو هتستعملي حاجه مش هتغليها، يعني لو مش هتغلي الميه على النار ما تحطيش ميه حنفيه، هاتي ميه مقطره من الصيدليه او استعملي الميه المعدنيه اللي احنا بنشربها، عشان الاملاح اللي في ميه الحنفيه هتبوظ جلدك. تمام. فجبت شويه كركديه ونقعتهم في شويه ميه معدنيه او مقطره، وبعد كده صفيتهم وعملت السبراي ده. وكل يوم بعد ما بخلص روتيني خالص قبل ما بنام برش وشي بالسبراي ده، ولما ينشف بنام. بصراحة يا جماعة تحفة تحفة، تفتيح ونضارة، وبيدي كده تحسي كده ان بشرتك رجعت 10 20 سنة لورا، تحسي انها بقت الملمس الجلد نفسه بقى ناعم، بيقفل المسام لو عندك مسام مفتوحة، بينظف البشرة جدا، جربيه هيعجبك جدا. حطي منه حوالين عينك، ما تقلقيش منه خالص، من الحاجات الحلوه قوي اللي بتفتح المنطقه دي، ومليان مضادات اكسده بيفتح المنطقه وبيفرق في الخطوط، لو استمرتي عليه بيفرق في الخطوط اللي حوالين العين واللي حوالين الفم. ولو انت قاعده في البيت رشي منه برده، ما فيش مشكله خالص، هو بس مشكلته ان انت ما ينفعش تنزلي بيه في الشمس، لكن رشي منه بالنهار لو انت قاعده في البيت. بس احرصي على خطوه بالليل، لان المواد الفعاله اللي فيه بتفرق جدا واحنا نايمين، من الحاجات اللي بتشتغل واحنا نايمين. فمن الحاجات الحلوه قوي، هيعجبك جدا وهيفرق في بشرتك جدا. هو ومرطب ماليندا، انا لما لقيت الحاجات دي فرقت في بشرتي وعجبتني قلت لازم اقول لكم عليها. بس كده، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.